سلام عليكم. ايه ده ايه ده؟ المجتمع ده. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما انت بتشوفني. عاملين ايه؟ كويسين ولا ايه اخباركم؟ على حسب برضو ما انتوا بتشوفوني. النهارده انا جايب لكم مفاجأة من العار التقيل. انا جايب لكم شوية امثلة بصراحة ترعب. احنا كمصريين علينا شوية امثال ايدك والقبر. المهم قبل ما نبدأ الحلقة بس ايه افكرك تاني، ما تنساش اللايك والاشتراك لو انت اول مرة تشوفني. يلا بينا نعمل نسكافيه ونرجع لبعض تاني. سنعود بعد قليل. النهارده هعلمكم ازاي تعملوا نسكافيه بأقل التكاليف وبوش كمان. بصوا، هو انا اشتريت دي بس للاسف اتضحك عليا. اشتريت اكبر اكبر من الكوبايه، فاضطريت ان انا هجيب دي واعمل فيها. يلا بينا. اول حاجه هفضي اللي هو الكيس النسكافيه البلاك. احنا تمام كده. دار السكر طبعا انا بحبه كتير فهحط 3 عشان انا بحرق سكر كتير. ونحط شوية مية سخنة شوية بس كده. يلا نجرب التجربة. المفروض بقى ايه؟ يعمل فوم بقى. المفروض يعمل فوم. ده كده ضحك عليا. ضحك عليا كده. ما بيعملش فوم. طب نزود شوية مية يمكن ظالمين الراجل. نزود شوية مية. نزود شوية مية. نزود شوية. نزود شوية مية. بصوا يا جدعان بقى شكله حلو ازاي، بقى تقيل ازاي. بصوا بقى تقيل ازاي. بص بقى تقيل الجمال والحلاوة. برضو التكنولوجيا برضو متطورة عندنا في مصر. اوعى وشك اوعى وشك اوعى وشك. يلا نفضي محتوياتها. ايوه ايوه يا برنس، هو ده الوش المثالي. لحظة بس ايه، هنزلهم بالمعلقة وارجع لكم تاني. كده فضينا المحتويات كلها ايه لاخر قطرة لاخر قطرة. بعد كده ننزل بالمية السخنة. ننزل بالمية السخنة. يا دلع ودلع يا دلع دلع يا دلع دلع. والوش بص كابتشينو. كابتشينو. كابتشينو جاية من كلمة كاب، يعني لازم يبقى فيه كاب كده فوق. طبعا انا حطيت سكري وحطيت كل حاجة فمش محتاج ان انا ازود سكر عشان ما يبقاش يعني مسكر بزيادة. بس يا سيدي كابتشينو. كابتشينو. يا سلام يا سلام. بأقل تكلفة وبأقل مجهود. ضحك عليا بس قشطة يعني، خلاص مش مهم. محدش بيتعلم ببلاش. عدنا. وجبنا النسكافيه ورجعنا. اتمنى تكون التجربة عجبتكم. معلش يلا نخش في الموضوع على طول من غير حرق بقى وخلاص. عرفنا اللي ما اشتركش يشترك، ولو عايز تعمل لايك يعمل، مش عايز قشطة برضو براحتك. هكمل في المجال اللي انا بقوله. انا بعمل حاجة انا حاببها، فالموضوع بالنسبة لي مش فارق معايا تعمل لايك مشاهدة، مش هتفرق. انا بعمل حاجة انا حابب ان انا اعملها ومبسوط وانا بعملها. مش لازم اجبرك على حاجة، فدي حاجة برضو ترجع لك هتعمل لايك او لا برضو. يلا بينا. اللي يحبنا شكرا ليه، واللي يكرهنا براحته خليه، واللي حابب يدخل حياتي اهلا بيه، واللي حابب يطلع منها لحد الباب اوديه. الف شكر. اول حاجة معانا المثل اللي بيقول ابن الهبلة بيعيش اكتر. فيما معنى المثل ده ان الهبلة او الام الهايفة ما بتهتمش بعيالها كتير، فالعيال من صغرها معتمدة على نفسها جدا وبتشتغل وبتروح وتيجي، فالعيال خلاص بقت مدردحة. ما تخافوش من الهبلة،
خافوا من خلفتها. تاني مثل بيقول لك خدناه بربره على كمه، لا عجبناه ولا عجبنا امه. اظن مش محتاجه شرح يعني. يا سلام، واضحه ان المعفن هيفضل طول عمره معفن. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. مثل التالت ده بلس 18 شويه. يا مستني السمنه من لا لا يا باولو يا باولو يا باولو باولو منتج يا باولو. سوري يا جماعه، سوري. هي المفروض ان هي حاجه مش كويسه، بس انا عشان محتوى نضيف وهادف ملتزم بالتعليمات هقولها بصيغه احسن. يا مستني السمنه من ورك النمله، ولا انت طبخه ولا انت عامله. المؤاخذه، نمله ايه اللي انا مستني السمنه منها؟ هي نمله حلوب؟ ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. اللي هو المثل بيشرح لك معناه. لو انت خلاص مستنيه بتتلككي عشان تطبخي حاجه معينه، عمرك ما هتعمليها. مثل احنا دافنينه سوا، عمرك فكرت هو معناه ايه اصلا؟ انا برضو يعني حاولت بقى اجيب مصادري واعمل واسوي زي المفتش كرومبو والمحقق كونون لحد ما اكتشفت. وجاي النهارده اقول لك يعني ايه احنا دافنينه سوا. اكيد احنا مش صحاب يعني، بس المبدأ نفسه راجع منين؟ المثل ده منتشر ان هو لو واحد بيحور على واحد تاني، فاحنا بيقول له احنا دافنينه سوا. هجيب لكم القصه واسمعوني وطرطق ودنك واشرب بق نسكافيه. هما اتنين تجار، واحد اسمه نائل اللئيم والتاني اسمه عطية ابو المفاهيم. الاتنين دول كانوا تجار زيت وعندهم حمار هو اللي بيشيل الزيت من مكان لمكان عشان ايه يساعده. في يوم من الايام الحمار ده مات، فنائل وعطية خلاص ايه ده، احنا خسرنا الحمار، احنا مش عارف نشتغل تاني، احنا كده خسرنا تجارتنا، احنا. المهم نائل جات له فكرة يعني خبيثة شوية على وزن اللي هو نائل اللئيم، فهو لازم يبقى لئيم. صباح الفل. عطية احنا هندفن الحمار ونبني عليه مقام ونقول للناس كلها ان ده مقام حد بركة جدا وبيجيب الخير للناس وقشطة صباح الفل. المهم عطية اقتنع بالفكرة. المهم فضل الموضوع ده والناس صدقت وبقت تجيب هدايا كتير وقرابين بقى. قرابين دي اللي هي مثلا حاجة يعني ورد بقى، شوكولاتات، شوريك اللي هو بيوزعوا على الناس الفقراء كده. وهم نائل وعطية بياخدوا الهدايا دي يلهفوها، بقت بالنسبة لهم سبوبة. وفي يوم من الأيام نائل خد كل حاجة لوحده ومداش حاجة لعطية. فالمهم عطية اتنرفز جدا، انت ازاي تعمل حاجة زي كده؟ عطية قال له ده والي صالح، انت ازاي تاخد الحاجة لوحدك؟ راح نائل قال رد عليه قال له ايه؟ والي صالح ده احنا دافنينه سوا. طبعا انت نسيت انا كان قصدي على ايه، بس يلا انا رجعت لك تاني الفكرة ان هو احنا بنتكلم على دافنينه سوا. الحمد لله اللي احنا مركزين. اشرب بق نسكافيه عشان ترجع بصعصع معايا تاني. خامس مثل عندنا بيقول لك وقت الرضاعة العجل يعرف امه. دي بتتقال لما الناس تكون عايزاك في حاجة شخصية، مثلا حاجة الناس افتكرتك من بعد ما خلاص نسيتك، بس ايه عشان مصلحة. من الاخر بيفتكروك لما يعوزوا منك حاجة. كمان واحدة عشان خاطري عادي، عشان خاطري انا عشان قط اجي اتكت سادس مثل بيقول لك شافت خنفسة عيالها على الحيط، قالت الله لولي متعلق في خيط. السلام، ايه الدلع ده؟ دي الخنفسة ودول عيالها. ده لولي، يعني ده منظر لولي مثلا. ماله لا مؤاخذة القرد في عين امه غزال؟ اثر معاكم في ايه؟ ولا عشان قرد؟ سابع مثل وده اول مرة تقريبا اسمعه. منابك يا مرة الا المجرجر من ورا.
انا بصراحة اول ما سمعت المثل ده ما فهمتوش، هو ايه ده؟ قصدك ايه بالكلام الماسر ده؟ دي بيقولوها للواحدة او البنت يعني اللي جوازتها فشلت ومجرجرة عيالها وراها في كل رايحة وفي الجاي. مثلا جوزها عليه شيكات واتحبس، واطي، شمام، بتاع ستات او ملوش في الستات. من مثل عندنا بيقول لك كيف الخرا يجيب له معلقة. طبعا دي مش المعلقة بتاعت الخرا دي معلقة الخرا كبيرة، اعرف قوي الصراحة يعني. دي بيقولوها للي عايز حاجة وبيعمل المستحيل عشان يعملها. ما هو كيف بقى. تسع مثل بيقول لك بقى للخرا مرة بيقول لها انت طالق. بذمتك فهمت حاجة؟ ما فهمتش، انا هفهمك. دي بيقولوها للواحد اللي ما كانش ليه لازمة وفجأة بقى ليه لازمة وعمل لنفسه قيمة. واحد مثلا عايز يتجوز عشان يبقى ليه كلمة على مراته، فاهمين؟ لأننا لا نخشى إلا الله يا ولاد الحلال. عشان مثل وده اللي هختم بيه، نشرب بقى نسكافيه. ريان التيز يحب التأميز ويسأل باب الخمارة فين. هي كده جملة على بعضها بتتقال. ده طبعا بتتقال اللي هو الكحيان اللي معهوش أي جنيه وبيتأمز بقى عليه، يقعد يتأمز. كمان بيسأل على الخمارة عشان البيه يروح يسكر ويقعد يشرب. ما هو سكران بقى، ما هو على الحديدة. فانت لو راح الخمارة وكحيان يبقى غطي بس يا جماعة. وكده خلصت حلقتنا ب10 أمثال. اللي عنده مثل نفسه يعرف ده ايه او معناه ايه يكتب لي في الكومنت تحت، وانا ان شاء الله ممكن اعمل سلسلة جديدة او ممكن اعمل حلقة جزء تاني عن الامثلة. انا بصراحة عجبني الحوار، انا في فعلا كذا مثل انا اول مرة اعرفه، فقلنا اشارككم معايا. بيس يا مان، شيرز، سلام يا ابطال. مع السلامة، مع ألف سلامة، خلي بالك من نفسك، هتوحشني يا حبيب قلبي، مع ألف سلامة. مين دول؟